شايف اللي بيحصل في مصر اليومين دول؟ لو فكرت فيه 10 ثواني بس هتعرف اننا داخلين على اكبر تغيير اقتصادي من سنين، ومش كل الناس واخده بالها. خليني اقول لك 3 حاجات لو فهمتهم هتشوف الصورة بوضوح. رقم 1، البلد بتنقل نفسها من اقتصاد بيحاول يقوم لاقتصاد بيجري على اقدامه. ازاي؟ تركيز ضخم على القطاعات اللي بتكسب زي الصناعة والموانئ واللوجستيات والطاقة، وكل ده بيعمل آلاف فرص الشغل للشباب. الشراكات اللي بتتعمل مع شركات ضخمة مش مجرد اتفاقيات ورق، لا ده شغل على الأرض. معناها إن في صناعات جديدة بتظهر عندنا وشغلانات أعلى في المرتب، فرص أول مرة نشوفها. دخول القطاع الخاص بقوة، وده أهم خطوة، لأن أي اقتصاد قوي بيعتمد على شركات بتكبر ومصانع بتتوسع، ومنافسة بتحسن المرتبات والخدمة والجودة. اللي مش واخد باله التغيير ده بيحصل دلوقتي مش بعدين، واحنا داخلين على مرحلة نتائج مش بس وعود. سؤال بقى، لو معاك فرصة تغير حاجة في الاقتصاد المصري هتغير ايه؟ اكتب رأيك وما تنساش تعمل متابعة علشان توصلك باقي الفيديوهات.